أهلا بكم. ركزت مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو اليوم على الوضع الإقليمي، خاصة ما يتعلق بالوضع السوري، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية. وجرى تأكيد خلال مباحثات موسعة سبقتها ثنائية جرت في الكرملين على ترسيخ آليات التنسيق والتشاور بين الأردن وروسيا حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بالأزمة السورية ومحاربة الإرهاب. وفي تصريحات مشتركة للصحفيين قبيل المباحثات، أعرب جلالة الملك عن سعادته بزيارة موسكو ولقائه الرئيس بوتين، مقدرا جلالته عاليا العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. Mr. President, I'm truly delighted to be back and seeing my brother and my friend again here in Moscow. And I cherish not only special relationships that we both have, but the special relationship between our two countries. And I'm looking very much forward to our bilateral relations and discussions this evening on many issues that Russia plays such a pivotal role, not only internationally, but specifically in our region. We fully endorsed and supported the Astana process, and we are very grateful for Russia's role in being able to do this, because this will bring, I hope, an inclusive future to all Syrian people. And again, we will work very closely with you as we process to Geneva talks and other talks, and the role of Russia can only help advance the challenges, because without Russia we will not be able to find solutions to not only the Syrian problem but other regional problems in the Middle East. And we have both said many years ago that the challenge that our countries face, but the world faces, is this war on international terrorism. We have been speaking to many in the world that have not listened to your views and our views. But I am glad that I'm here today in Moscow to share not only in the friendship but in the same vision of bringing stability to our region. And I thank you, Mr. President, for allowing us to be here with you today. Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать. جلالة الملك، الأصدقاء الأعزاء، نرحب بكم أشد الترحيب في موسكو. إنني سعيد أن الحوار والتواصل الذي بيننا في إطار إيجابي، وخلال زيارتكم اليوم أنا متأكد أن المباحثات الثنائية بيننا ستركز على بحث الأوضاع في المنطقة، خاصة مناطق النزاع الساخنة وما يتعلق بسوريا. وقبل لقائنا اسمحوا لي أن أتقدم بشكري الخاص لدعمكم انطلاق عملية الحوار في أستانا. وبفضل جهودنا المشتركة يوجد تقدم في هذه العملية مبني على وقف إطلاق النار، وهو اتفاق هام لوقف الأعمال العدائية بين القوات الحكومية والمعارضة على الأرض. اسمحوا لي أن أشير إلى نقطة هامة هنا، وهي أن موقف المشاركين يؤكد أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية. ونحن بكل تأكيد نعول على محادثات أستانا التي أصبحت أساسا جيدا لمواصلة المحادثات في المستقبل، ومن ضمنها محادثات جنيف. وجرى خلال المباحثات تناول أهم نتائج مؤتمر أستانا وموضوع وقف إطلاق النار وآليات العمل لإحراز تقدم في العملية السلمية في سوريا، وكذلك مؤتمر جنيف. كما تم خلال المباحثات التأكيد على أهمية التنسيق الأردني الروسي بخصوص تثبيت وقف الأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية، وأهمية دور المعارضة المعتدلة في العملية السلمية ومحاربة الجماعات الإرهابية. وتناولت المباحثات أيضا أهمية دور جميع الأطراف في سوريا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، حيث تم التطرق إلى الخطوات القادمة المرتبطة بعملية وقف إطلاق النار في سوريا. وتم تأكيد خلال المباحثات على أهمية العمل لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، لما لذلك من أهمية لتعزيز الثقة والمضي قدما في العملية السلمية ومساعدة اللاجئين على العودة إلى بلدهم. وتناولت المباحثات الأوضاع في العراق وسبل دعمه لتحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والملف الليبي. وأكد جلالة الملك في هذا الصدد بأنه لا يمكن الحديث عن الأزمة السورية بمعزل عن تحقيق الاستقرار والمصالحة في العراق. كما جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف الميادين. وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة ومدير مكتب جلالة الملك ومستشار جلالة الملك مقرر مجلس السياسات الوطني والسفير الأردني
في موسكو. وحضرها عن الجانب الروسي وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الروس والسفير الروسي في عمان.